بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم سيداتي آنساتي سادتي أينما كنتم وأنتم تتابعون حلقات هذا البرنامج وغيره عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم في الحلقة رقم 106 في برنامج مع اللغة العربية. ودوما نسعد بالبدء بآية من الذكر الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة يسرني سيداتي سادتي أن أرحب بكم وأرحب بضيف الحلقة الأستاذ عثمان كنوني، الكاتب الروائي الذي التقيناه في الحلقة رقم 104. اليوم الحلقة رقم 106، وأتشرف أن نسوح وإياه في محتويات هذه الحلقة. أستاذ عثمان، مرحب بك في قناة سلام للمرة الثانية. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد شريف، ويسرني أن أكون معكم، وأتمنى أن نكون خفيفي الظل على المشاهدين، وأن نقدم مادة يستفاد منها أو تبشرهم بالخير، وأن بلادهم وبلادهم لا زالت تنجب كل مرة كاتب ومبدع، وأتمنى أن لا ينقطع هذا الإبداع عن بلادنا الحبيبة. وأنا تشرفت وفرحت وسعدت كثيرا عندما قرأت تلك الآية التي تقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. طبعا هذه الآية يعني كان يرددها أستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه في برنامج لسان العرب. لسان العرب، أيوة، لسان العرب، برنامج يعده ويقدمه فراج الطيب. ذكرياتك عن البرنامج ده، البرنامج اللغوي، أول نترحم على أستاذنا، ما هي ذكرياتك عن لسان العرب؟ والله هذا البرنامج كنت رغم حداثة عمري في تلك الفترة التي كان يبث فيها هذا البرنامج الإذاعي، ولكنني كنت حريصا على حضوره سبحان الله. وكنت ربما لم أكن في مستوى فهم البرنامج في تلك الفترة العمرية، ولكنني كنت أسرق المذياع الذي كان يمتلكه جدي عليه رحمة الله، وأكون في مكان بعيد عن الناس وأسمع هذا البرنامج. وكان برنامجا ليليا عند 9 إلى 10 دقائق. لسان العرب، أيوة، برنامج يعده ويقدمه فراج الطيب، وكان يذاع لمدة 10 دقائق 13 دقيقة شيء من ذلك، وكل يوم. وهذا البرنامج مستمر لحد اليوم، عمره قرابة كم 50 عاما، والبرنامج صاحب رحل، والبرنامج مستمر وفيه جرعات لغوية. ولذلك أنا تعمدت أن أتلو هذه الآية وبرنامج مع اللغة العربية، ولله الحمد من قبل ومن بعد ربنا مكننا للإطلالة للمشاهدين عبر البرنامج. أستاذ كنوني، بين يديك روايتك عزومة مراكبية، صدرت سنة كم أستاذ كنوني؟ والله يا أخي هي صدرت 2019، ولكن النسخة الثانية صدر 2019 2021، وهي الآن هكذا هي 2019. عزومة مراكبية. طيب، عزومة مراكبية في العرف السوداني، وحتى عندنا نحن في المناطق الغربية في إريتريا لها معنى معين. عزومة مراكبية كده. أنت ماذا قصدت من هذا العنوان أستاذ كنون؟ أولا، الرحلة الأساسية التي تعرف فيها البطل على بطلة الرواية كانت على متن باخرة شقت بهم النيل من مدينة حلفا السودانية إلى مدينة أسوان المصرية. فالآن المركب هنا ثبت المركب في التسمية. الشيء الآخر، البطل سافر مشرقا ومغربا، وعزومة مراكبية أصلا عزومة يطلقها الذين يقودون المركب أو
اصطاف الباخرة، مم. ولكن يطلقون عزومة، يقولون تفضل، عزومة تطلق ولا تلبى، ولا تلبى. لأنه عندما يريدون أن يتناولوا الطعام يدخلون على الماء قليلا، فهم فهم يقولون تفضل للذي يكون على اليابسة. كويس. فإن أردت أن تشاركهم الطعام عليك أن تسبح وأن تذهب إليهم، وهذا هي عزومة هذا تطلق ولا تلبى. اوكي. فالبطل يعني كل الرحلات التي ذهب إليها وكل الدعوات التي كان يجدها كانت فقط عزومة مراكبية، عزومة يعني دعوة يقولونها له ولكنه لا يستطيع أن يلبيها. طيب. وبيت التقييد في الرواية البطلة عندما أرادوا أن يفترقوا بعد أن وصلوا إلى مصر، أرادت أن تؤكد لقاءها به فدعته إلى منزله، فأجابها بأنه وافقها على الحضور، ولكنها خشت من أن لا يأتي إليها، فقالت له يا أحمد عزومتي لك دي ما عزومة مراكب. فضحك في سره وعرف أن الإناث أيضا، قال في السابق كنت أسمع الذكور يرددونها، ولكنني لأول مرة أسمعها من أنثى، فقرر أن يلبي تلك الدعوة. يا سلام. فأنا أطلقتها لخاطر أو لأن البطلة قالتها، فأنا قلت يا أخي طالما التقاها أحمد في مركب بطل الرواية وقالتها له، فلنسميها عزومة مراكب. كلام جميل والله، كلام فيه فن وإبداع. طيب أستاذ عثمان كنوني، كده أقرأ لنا في الغلاف ماذا كتب؟ الخلاف هذه أنا والله كتبتها في قهوة في مقهى في أكتوبر في القاهرة. كنت أولا لم أكتبها، ولكن عندما اتصلت بي الدار التي طبعت الرواية وقالت لي رجاء أن تكتبوا لنا شيئا، لأن أعجبتهم الرواية وقالوا لي حرام أن لا نكتب عليها أي شيء في الغلاف. طيب نستمع إليه. عندما ألح علي كتبتها في 5 دقائق هذه الرواية، ولكن ليس كل الرواية تحوي الكثير، ولكن أنا اختصرتها في هذه. فكتبت فيها أحمد شاب في مقتبل العمر، أحب بلدته وأهلها الطيبين كسلا، ولكن وتحت وطأة الظروف الاقتصادية تغرب عن المدينة، قضى سنوات في دولة الإمارات في مدينة أبو ظبي، وعاد من غربته ليتزوج من حلمه سهام، ولكن حدث ما لم يكن في حسبانه، فخرج عن مدينته مضطرا وهو يجرجر أزيال خيبة أمل عاطفية كادت أن تودي بحياته. وفي الباخرة التي أقلته من مدينة حلفا إلى أسوان تعرف على بطلة الرواية والتي كان أيضا من اسمها سهام، وحدث بينهما حب كبير في القاهرة، ولكن عصفت الأقدار بقصتهم، وبعد ذلك تعرف على الراقصة سوسو، ومحصلة العلاقة بينهما كانت أنها تركته ونجت بنفسها. فقد في غربته صديقه الصدوق كمال محاسن، تأثر كثيرا برحيله وقرر العودة إلى بلدته كسلا، ولكن صديقه أبو عرام كان له رأي آخر. واكتفيت بهذا. اكتفيت بهذا، يعني بانوراما مشهد طبعا يلخص الرواية. طيب الرواية فيها الرواية فيها مقدمة. ثلاثية العشق والحلم والغربة. هل فيها إهداء الرواية؟ كتبتها وكتبت إهداء إلى والدي، ولأن الغربة سرقتنا منه، كنت أتمنى أن يرى روايتي ولكن القدر اختاره، فكتبت الإهداء إليه وقلت له إلى والدي ومعلمي المقيم في قلبي، صدقني يا والدي أن رحيلك قد ترك فينا فراغا كبيرا، كنت من الآباء الذين يفضلون صداقة أبنائهم،
لم نفهمك يا أغلى وأعز الأصدقاء ويا فخر الأبوة، سرقتنا منك الغربة، فأرجو أن تكونوا قد تفهمت الأمر. ابنك أبو شنطة، كما كنت تحب أن تناديه. طيب، رحمة الله عليه. لماذا كان يسميك أو يكنيك بأبو شنطة؟ والله يا أخي في السوق، في عندما كان هو في مدينة بغداد كان هناك رجلا أظنه فقد عقله، أو أنا كنت طفل لا أفهم أي شيء. محمد شفا؟ وكان كانت بطنه منتفخة غليلا، ويبدو أنني منذ طفولتي كانت بطني بائنة أعتقد هو قليلا. محمد شفا رحمة الله عليه. أيوة، فوالدي كان محمد شفا هذا صديقه. فعندما يعود إلى البيت والدي كان من النوع الذي يحب المزاح دائما، يعني يمازح أبنائه، يمازح أصدقائه، هو معروف بالمزاح يعني. الله. فكان يضحك ويقول أبو شنطة أكيد. سبحان الله، إلى أن رحل عن الفانية سقط اسمي معه فقط، وكان يقول لي أبو شنطة. أبو شنطة. ومن رغم أنه في هذا ناس كتار، الآباء وكنياتهم محببة للأبناء. أنت الآن عرفت محمد شفا على طول. شوف، محمد رغم أنه شفا. هناك ناس كسر في السويد من أغردات، ولكن ي... لم يفتكر هذا الاسم أي واحد منهم إلا واحد فقط، وهو صلاح. صلاح حسبه أيضا. نعم، نعم. محمد فقال شفا كان رجلا، يعني نحن عرفناه ونحن شباب صغار، يعني في عمر 12 14 13 كده. ومحمد شفا كان رجل رحمة الله عليه مختل، ولكنه كان رجلا متعلما مثقفا. وكان القاهرة. أيوة، كان موظفا كبيرا ومتعلم أيوة. خريج أديس أبابا أعتقد. وأصيب بلوث في العقل وكده، ويقال أنه هي مؤامرة وكده. آه، أيوة. فجاء إلى مدينة غردات، ويعني قبل يوم الأحد هو توفي بعد 75. لم يصاب توفي. في مذبحة. توفي محمد شفا بعد ذلك بزمن. آه وهذه الرمزية تثبت أن كاتب الكتاب هو من تلك المدينة. نعم، نعم، نعم. لا، آل كنوني معروفين يعني في غرداد، وزي ما ذكرنا في الحلقة السابقة. طيب، أستاذ عثمان، هذه الرواية أخذت منك كم من الزمن يعني؟ والله سبحان الله، أحد الأدباء تحدث عنها أو قدم قراءة نقدية عن الكتاب في تلفزيون كسلة، وقال: إذا قال لي هذا الكاتب أن هذه الرواية احتاجت منه 7 أعوام في كتابتها لصدقته. وعلل قوله هذا، قال: رقعتها الجغرافية كبيرة، ومساحتها الزمنية طويلة، 7 أعوام، ورقعتها الجغرافية تبدأ في آسيا، من قارة آسيا، من دولة الإمارات، ثم يعود بها إلى مدينة كسلة، ثم يذهب إلى الخرطوم، ثم إلى حلفا، إلى أسوان، إلى القاهرة. وفي هذا كله كان سرد حركي لم يسيبني منه ملل، بل كنت مستمتع عندما أسمع. احتاجت مني أنا عامين، عامين أحيانا فقط؟ عامين فقط. وأحيانا كنت يعني أتوقف على الكتابة فترة زمنية، أكثر فترة زمنية توقفت فيها شهرين. ماذا كانت الأسباب؟ أسباب: أحيانا الكاتب إذا شعر بضجر من المكان الذي يعيش فيه يساب، لا يستطيع أن يواصل. وأحيانا والسبب الرئيسي، عندما وصلت إلى مفصل يعني رئيسية في الكتابة، وهي أن البطلة سوف تغادر إلى كندا، أنا لم أستطيع أن أكتب هذا، لم أتحمل هذا الفراق. مم. فقلت: كيف لي أن أكتب الآن أن أفارق سهام عن أحمد؟ كيف، ماذا سأكتب؟ هل كنت ولكن تكتب عن أستاذ عثمان، هل كنت أيوه. تكتب عن حياتك؟ لا، ولكن أنا اندمجته، دخلت في النص بكل جوانح، يعني كأنها قصة حقيقية يعني. أوكي. فالغربة سرقتني كثيرا، ولم أستمتع بفترة شبابي. ولأنه أنت عندما تذهب إلى بلاد أوروبا أو إلى الغرب في بعد 30 عاما،
بعد أنت يعني أو دخلت في العقد الثالث من عمرك وتأتي إلى أوروبا أو تهتم بالعمل وكيف تستطيع تسرق ايوه. فلن تستطيع أن تندمج في المجتمع لأنك وصلت إلى عقد الثالث، ولن تستطيع أن علاقات الحب هذه فقط اللي كانت في السابق أو علاقاتك مع مجتمعك ومع حسان المجتمع الذين كنت فيهم تنقطع منك في القرب، فتعيش فقط بالخيال. زي ما قال الشاعر قال له غريب والغربة أقصى نضال، غريب والغربة سترة حال، قريب وبعيد حضور وزوال، دروم الأصل ما بنطال، تسابق في المجرة زوال، عيونك مع عيون مثال، مع عيون أجيال. قبل رحمة الله عليه ترحم عليه يعني. وكل ما تود الغربة ونحن جيل الغربة يعني، فبنتذكر تلك الدوزة. ربما كان لك حظوظك ربما كانت تكون أكبر مننا، ولكن نحن سبقناك إليها وتجرعنا مرارة كؤوسها. فأفقدتنا، فلم نجد إلا الخيال أن نجنح إليه لنعيش ما فقدناه في بلادنا، فكتبنا هذه كانت ثلاثية العشق والحلم والغربة، فعشنا بالخيال. الحلم والغربة، نعم. طيب أستاذ دفعنا أسمان باهظة يا أستاذ أحمد. نعم، دفعنا أسمان باهظة من أجل نعم نعم. شوف أنا دوما أقول أبو عفان إنه المبدع ده لما يغادر منبته يصبح كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بمعنى المبدع مكانه هو مكان نشأته ومكان الصبا وعنفوان الشباب ويعني المراتع نشأ فيها. أول ما يمشي منها يعني خلاص هو كالسمكة التي خرجت من الماء من البحر، ولذلك يتنفس هو، وده حال كل المبدعين. وأنا لا أؤمن بأنه المعاناة تولد الإبداع وكذا، في معاناة بتقتل الإبداع يعني. صح. المبدع ده ينبغي أن يكون مرتاحا ذهنيا ونفسيا، ليس على قلق كأن الريح تحته دائما كما قال المتنبي. ولذلك يعني الغربة دفعتنا أثمان غالية. أستاذ عثمان، الرواية فيها كم فصل؟ 4 فصول. الفصول هل معنونة؟ أيوة معنونة، ولكن قل لنا في محتويات في محتويات الرواية والفصول وكذا. الفصل الأول شوق وغدر. شوق والفصل وغدر. والفصل الثاني غرام في الغاهرة. والفصل الثالث توبة الراقصة. والفصل الأخير وهو الرابع الفراق الصعب. أي الفصول كان بالنسبة لك زي ما أنت ذكرت في معرض حديث؟ طبعا شوف الوسط الآن يعني الفصل الثالث هو الفصل اللي فيه الأحداث الكثيرة، مآلات القصة، المآلات والعمق وكل شيء حدث، فكتابته تحتاج منك مجهود ذهني جبار. وعندما ينتهي هذا الفصل الباقي يكون يعني حتى الفصل الأخير تحدث عما كانت عن مآلات القصة ما دار في الفصل الثالث. فالفصل الثالث احتاج مني فترة زمنية طويلة، هذا لأنه الحبكة فيه يعني العقدة بتاعت الرواية. جميل. هي البداية صعبة والخواتيم. يقول أحد الأدباء مصري ما أتذكر، أعتقد أنيس منصور يكون أو مين، ولكن أنا أنهيتها بمكالمة هاتفية ودركت الباب مماربا للقراء كل يضع النهاية التي تتناسب يتوقعها. أيوة زي يعني قصة. نعم نعم، أنت لم تغلقها. طيب أستاذ عثمان، عدد الشخوص المذكورين في الرواية تقريبا، الشخوص الأساسيين؟ أنا في الرواية الأبطال الرئيسيين هي طبعا بطل أحمد بطل الرواية، وسهام، وصديق أحمد. عنده صديق كان في كسلة اسمه
عاطف، والصديق البطل المرادف لأحمد كان كمال محاسن، وزوجته محاسن، وأبو عرام. هذول كانوا ضيوف شرف، أبو عرام والشيخ محمد وبائعة الخضار وصاحب المقهى الذي دارت فيه أحداث الرواية، وبعض الشخوص طبعا يكونوا مروا عليها مرور الكرام. صحيح. شنو كمال محاسن ده؟ أنت محاسن لأنه كمال محاسن كان رجلا مزواج، وحكى عن كل زوجاته، هذا. تزوج 3 مرات، مم. ولكنه قصته طويلة كمال محاسن هذا. لا، يعني لماذا سميته كمال محاسن؟ محاسن نسبة لزوجته زوجاته؟ محاسن، زوجته اسمها محاسن، بقدر آه. ما أحبها وارتبط بها ارتباط ما سهل يعني، سمى نفسه كان يذكرها كثيرا في مجالسه: محاسن زوجتي، ومحاسن عملت كده، ومحاسن ومحاسن. فالجماعة يا أخي سموه كمال محاسن. كمال محاسن. عندما تعرف إليه بطل الرواية قال: كنت أخشى من أن أقول له يا كمال محاسن، ولكن فكنت أقول له يا كمال، ففي يوم من الأيام عاتبني، قال لي: ماذا لا تقول لي يا كمال محاسن؟ يا أخي أنا أخشى أن لا أغضبك، كيف أذكرك بزوجتك؟ قال له: يا أخي أنا أفرح كثيرا عندما أسمع اسمك. مع أنه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يا وسبحان الله، ولكنه آه. في نهاية الأمر يعني ماتوا في يوم واحد هو وزوجته. هو كان يتمنى دائما، يقول: أتمنى أن ألقى الله قبل محاسن زوجتي. ماتوا في يوم واحد. ماتوا في يوم واحد، ولكن هو يعني لفظ أنفاسه الأخير، هي لفظت أنفاسها قبله بساعات يعني، وهو كان يتمنى أن يموت قبلها، لأنه قال: لا أستطيع أن أتحمل فراقها أبدا يعني. طيب انت يعني سبب طبعا هذه الروايه انت قتلتم في يوم واحد ليه مثلا؟ وكيف مثلا؟ كيف؟ يا أخي المرض؟ أنا حادث؟ صادفني هذا في الواقع يعني. كان كمال محاسن كان في يوم شتاء، كان برد يعني في القاهرة، فأوصدوا نوافذهم بإحكام خشية البرد. ومحاسن هذه كان عندها مطعم صغير في المدينة، فكانت تعد طعامها في البيت، خاصة حساء الكوارع يحتاج فترة زمنية طويلة يعني في طايف. نعم. فأشعلت الموقد ووضعت الإناء القدرة على البوتاجاز، وكانت في الصالة تشاهد مع زوجها التلفاز، وزوجها لم يكن يعلم بأن سهام قد شرعت في إعداد قدر حساء الكوارع. فكحال أي زوجين رغب زوجته مهم. ومارسوا الحميمية، العلاقة الزوجية، وبعد هذا يعني شعروا بارتخاء في أجسادهم، فتملكهم النعاس وغطوا في ثبات عميق ونسوا القدر الذي كان. وطبعا القدر الماء يتناقص شيء فشيئا إلى أن انتهى الماء واحترق القدر. فطبعا الدخان ملأ الشقة أنها كانت موصدة بإحكام. وهذا الغاز غاز قاتل، غاز أول، غاز ثاني، غاز أول أكسيد الكربون. هذا يحتاج فقط ليقتل الإنسان إلى دقائق معدودة يعني. فمحاسن لفظت أنفاسها، وكمان عندما شعر بهذا الحريق أراد أن يذهب، لم يستطيع، وقع في الصالة ولم يستطيع أن يذهب إلى المطبخ ليطفئ الغاز أو يفتح الباب أو يطلب النجدة. فماتت محاسن، وعندما جاء الناس لا يقلقوا محاسن قد فارقت الحياة، وذهبوا بكمال، ولكنه إكلينيكيا كان قد توفي، وبعدها بساعات توفي كمال. فهذا الفراق انت الصعب. دخلتنا في القصه فعلا، انت كاتب فعلا. كنوني والله يعني بجد، يعني انه الواحد يعني كيف حتكون هنا ما شاء الله. طيب استاذ كمال، انت قلت انه في 4 فصول، كان الفصل الثالث هو الفصل الاكثر عقده، وبرضه يحتاج منك الى ان تحبك حبكه مضبوطه. الدار التي نشرت هذا، طبعت هذا الكتاب، او المطبعه التي طبعت، والدار التي نشرت، اقرا لنا كده مين يا مجموعه اللي تعاملت معها؟ طيوف، دار طيوفية نشرت الكتاب هذا. ولكن
الأسباب في كثيرة. القاهرة، في القاهرة. في القاهرة، أيوة. ضيوف، أوكي. مم. طبعت ونشرت، هي المسؤولة من الطبع والنشر. هي المسؤولة، ولكن الآن أنا حتى لم أتواصل معهم لي فترة نسبة لأشياء كثيرة، ولكن هذه إن شاء الطبعة الله. الأولى أستاذ كنوني. هذه الطبعة الأولى، وهناك طبعة ثانية يعني أفضل من هذا، ولكن نفذت الأعداد. طبعت يعني ما لم أطبع كثيرا ونفذت مني في الطبعة الأولى السحب كان العدد كم نسخة؟ 1000 نسخة. 1000 نسخة، و1000 نسخة نفذت يعني. تبقى منها شيء قليل، هذه لأنه أنا يعني وزعتها بنفسي طبعتها، ولكن الطبعة الثانية شاركت بها في معرض القاهرة للكتاب ومعرض الخرطوم و جميل جميل. وزعت طيب، منها. هل وصل الكتاب إلى قراءك وأصدقائك والأماكن التي تم التوزيع فيها؟ لم يصل بالمستوى المطلوب، وخاصة أنا لم أركز في نشره في كسلة، لأنه كسلة هي يعني معقل الرواية هذه، يعني هي صحيح. أساسها بدأت من كسل، أننا نشأنا فيها وترعرعنا وكل أيوة، شيء، نعم. وبطلت نعم. الرواية الأولى منها، وأشواقنا كانت تسبقنا إليها ونحن في بلاد القربى، ولا زالت الأشواق تصبو إليها. طيب، بالنسبة الجاليتين الإريترية والسودانية، تفتكر آه. وصلت عندهم بالمستوى اللي تتمناه يعني؟ والله أنا أشكر الجالية خارج القطر، السودان وإريتريا، في الجاليات في الخارج مثلا، جاليتين. في السويد. خاص في السويد حيث أعيش، أنا أشكر من هنا الجالية الأريترية، وخاصة الآن وهو في وضع صحي خطير، أدعو له بالشفاء وأدعو الله أن يسهل عليه. الأخ نور الدين محمد علي، هذا رجل يعني الآن أنت ذات أسيرت فيه شواجن شجن، يعني مو سهل. أنه هذا الرجل يعني ساعدني كثيرا حقيقة، يعني عندما أتيت بالكتاب إلى السويد يعني عمل تدشين للكتاب واستأجر يعني صالة كبيرة ودعا وقام بمجهود خرافي، يا سلام. واشترى ومن حر ماله روايات لا تحصى، وهو كان يوزعها هدايا، وكان فخور بهذا الإنجاز. يا نور سلام. الدين محمد علي محمد علي نتمنى له الشفاء العاجل. هو من مدينة كرم، شاب يعني يعني أخ لم تلده أمي، ولم يكن اهتمامه هذا لأن أنا عثمان، لا، كان يحب الأدب ويحب العلم يا سلام. ويحب يعني في بني جلدته أن يظهر كاتب، هذا كان له فخر كبير. يعني أنا اليوم اتصلت وخابرته اللهم اشفي شفاء عاجلا لا عنه يغادر. أخبارا لا تسر يعني. نعم، ولكن نور الدين اللهم محمد اشفه يا علي رب. من مدينة كرم، للذين يعرفونه أخوه كمال نور الدين، رجل يعني أعتبره هو الذي ساعدني ومد لي أيادي بيضاء، ليس لأني عثمان الذي أنا ليس لا هناك صلة قرابة تجمعنا، ولكنه كان رجل يحب العلم ويحب الأدب ويفرح إذا رأى إنجاز مثل هذا. يا سلام، نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. وإذا ذهبت إليه بلغه تحايانا، وإن شاء الله ربنا يشفيه بإذن الله. الله ذلك. طيب سيد الكريم. وايضا واشكر ملبورن، ايضا ملبورن فيها بعض الشباب المثقفين حقيقه. اهل ملبورن في اوروبا قالوا لي هم نهر الثقافه وبحر العلم، ويهتمون بهذه الاشياء. وعندما قدمت اليهم فعلا وجدت هناك من قرأ الروايه واثنى عليها، استاذ محمد انجلا وعامر حجوز خاصه، وبعض القراء لا أريد أن أقسم حقهم، وتأتي على رأس القائمة أنت أستاذ أحمد أيضا. بارك الله فيك. أيضا هؤلاء أشكرهم واهتموا بالعمل كثيرا يعني. نحن كنا تحدثنا، كان لنا الشرف أن نتحدث عنها في إذاعة إيرنا الدولية من باريس في فترة سابقة، ولكن لم نلتقي وإياك إلا مؤخرا، ونأسف على أنه ما حاورناك. ولكن كان لنا الشرف ولنا اليوم أن نلتقيك عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. ونحن والله كإعلاميين وبرضو نهتم بالجانب الثقافي والكتابي والشعر،
برضو نحن كملتقى ثقافي إريتري أسترالي هنا في مدينة ميلبورن ندعمك ونقيف معك، وإن شاء الله سيكون لنا حديث معك في الملتقى. في ميلبورن أنتم حقيقة نخب المهاجرين الأريتريين، خاصة في أستراليا وبالتحديد ميلبورن حقيقة. يعني أتمنى أن هذا الجيل أن يعقبه جيل آخر يهتم بهذا العمل، خاصة لأنه الآن أعمارهم تجاوزت 50 معظمهم، ولكن كنت أتمنى أن يكون لهم رافد يلحق بهم لينهل من اهتماماتهم. نعم نعم إن شاء الله سيد الكريم، وطالما أنت موجود هنا يعني إن شاء الله تزورنا وننظم لكم سيات كمان بإذن الله وتتحدث عن الرواية وفن الرواية ذاته من حيث هو وفتوحاته الجديدة وما إلى ذلك. نسعد بلقائك دائما. مشاهدينا الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة وحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وضيفنا وضيفكم هو الكاتب الروائي الأستاذ عثمان كنوني المقيم بالسويد، لكن الأيام دي متواجد معنا في أستراليا في مدينة أدلايد في مدينة أخرى، ولكن نجري مع هذا اللقاء عبر تقنية الزوم. سيد الكريم، هل وجدت الرواية روايتك عزومة مراكبية النشر في الوسط الإعلامي؟ وأنا هنا تحديدا لا أعني الإريتري ولا أعني السوداني لوحده، لكن في الإعلام العربي اللي يهتم ب وذكرت المعارض بعدين حنجيها، لكن من الناحية الإعلامية تم تسليط الضوء عليها بالمستوى التي ترغب فيه يعني. يا أخي في صحيفة مصرية اسمها صوت الوطن. أيوة. مصرية ذكرتها يعني تحدثوا عنها في صحيفة شيء بسيط، ولكن في السودان اهتموا بها والله ولم يقصروا معي في شيء. أجريت حوارين في تلفزيون الخرطوم وتلفزيون كسل، ولكن العرب أنت تعرف أن الوصول إليهم إن لم تكن في محيطهم ليس الأمر السهل. صح. إنه إعلامهم يسلط الضوء على مثقفينه وعلى كتابهم وعلى مبدعيهم أن يهتموا بكاتب. السويد ما عملت مقابلات في السويد؟ السويد لا، بل اشتركت في مقابلة لم أجري في السويد حقيقة. اشتركت في معرض ستوكهولم الكتاب العربي، ولكن حقيقة كان من المفترض أن أعمل لقاء، ولكن لم أسعى إليه. أنا كمان كنت متكاسلا ولم أفرض نفسي على الإعلام هنا. جميل. ولكن سبحان الله، عندما قبل أن آتي إلى أستراليا طلبوا مني بعض الناس، قالوا لي يا أخي لا بد أن تجري لقاء مع أحمد شريف. قلت لهم يا أخي أحمد شريف ده أعرفه زمان، بس هو الآن ما يتذكرني. وبالتحديد يا أخي برضو أدعو له بالشفاء الأخ علي صالح وعمار، قال لي يا أخي قبل أن تلاقي الأستاذ أحمد شريف لا ترجع إلينا. يا سلام، تحية ولكن لا يمكن أن أذهب إليك، أنا قابلتك ولكن ما أستطيع أن أقول ليس من اللائق أن أقول لك أريد هذا. ولكن عندما اتصلت بخالد وأخبرني خالد غمرتني السعادة لأن نتواصل وأن نتحدث، وأشكرك على هذا. والله لله الشكر من قبل ومن بعد، وأنا سعيد. وحقيقة ونحن نحيي ذكرى سبتمبر. أخونا الأستاذ عثمان كنوني جاء يعني شرفنا في الأمسية، وأنا كنت مقدم الأمسية فكنت مشغول، ولكن دائما أنا أقول للإعلاميين على الإعلام أن يكون يعني مفتح عيونه، ودائما تكون عنده أفكار البرامج وهمومه دائما في بالي. فأنا لم أذهب لأي مكان أفراح أيا كان، ولا يكون عندي أفكار لبرامج مقابلات، أفكار أخذها من المجتمع. فعندما عرفت وهو الكاتب لرواية عزومة مراكبية، خطيت طوال في ذهني كده إنه سيتم الاتصال به، وثم أخونا الفنان المحترم أخونا خالد كنوني الذي افتقدناه في مدينة ميلبورن، حيث يقيم الآن في مدينة أدلايد عندك. فاتصلت عليه مباشرة، وأنا أقول الكلام ده يعني برضو عشان نعلم زملاء أخواننا وفي قبيلة الإعلام إنه دائما أفكارك وبرامجك هي تأخذها من المجتمع.
فاتصلت بالأخ خالد قلت له يا راجل لمنا بأستاذنا أسمع. عثمان كنوني. فطوالي، وخالد طبعا بأريحيته فلماني معه واداني تلفونه، والحمد لله فوجدتك كما ظننت يا سيدي الكريم. وأنا والله أتشرف بكل الكتاب، بالذات الكتاب العرب، ودي واحدة من مهمتنا. فأشكرك على تلبيتك الدعوة، ودي للمرة الثانية بنجلس معك في هذا الحوار، وأرجو أن لا يكون الأخير بإذن الله، ونحن معك سيدي الكريم. شكرا يا أستاذ أحمد، وأنا أيضا يعني فخور بك يعني، وأشكر الله أنه عندنا إعلامي نملك إعلامي في مستواك. وأنت لست إعلاميا فحسب، بل أنت أديبا أريبا وشاعرا فزا على، لأنني سمعت عندما وتمتاز بملكة الإلقاء عندما قرأت تلك المرسية في الأخ أحمدية رحمة الله عليه، سمعتها أنا. نعم. نتمنى أحمدية كان فقدا كبيرا، الله يرحمه ويحسن إليه، فكان أحد الخيرين في هذه الدنيا. فالرواية دارت أحداثها أيوة طبعا، أيوة نذير كان رجل كبير، رجل يعني أنا كنت أتمنى إنه أهديه رواية، ولكن القدر الله اختاره. الله يرحمه كان فقدا كبيرا والله، شاب يعني انسرب يعني مننا، ولكن آه لكل أجل كتاب والأعمار بيد الله طبعا، ونترحم عليه ونترحم على كل الذين رحلوا في رحمة الله عليه. جائحة كورونا، رحمة الله عليه. أحمد أحمد ما كان عادي، أحمد فقد جلد، الله يرحمه، أحمد نعم فيصل. نعم. الجائحة طبعا فقدنا فيها ناس كتار، وكنا نظن انه خلاص الدنيا دي والله ما كنا نتوقع انه سنتنفس تجاوزها بسهولة. نتجاوزها. ولذلك انا يمكن يعني كتبت فيها نونية مم. طويلة، 130 بيت في النونية. بالله. والله 130 بيت كتبت فيها، وأتحدث عن يعني إنه أنا في الفترة الأخيرة بكتب حاجات طويلة كده، فبسميها النونية والميمية والرائية واللامية وهكذا، لأنه باخذ فيها نفس طويل يعني. ما شاء الله عليك يا أخي، والله جائحة هذا. كورونا أنا كتبت فيها نونية. مم. له الرحمة أخونا أحمدية الله يرحمه. طيب أستاذ عثمان، ثم ماذا بعد؟ يعني كيف حفزتك عزومة مراكبي الرواية لروايتك القادمة التي تحدثت عنها في الحلقة السابقة ولمحت إليها؟ يا أحمد، أنت تعرف نحن نشأنا في مدينة كسل، نعم. ونهلنا فيها كل مراحل التعليم كانت في كسل، وشبابنا بداياته كان في كسل، وأهالينا مستقرين في كسل. فكسل هي يعني حاضنتنا الاجتماعية كمدينة، وهي امتداد لغرب أريتريا. ما في شك. فلا والرواية دارت أحداثها في كسل. أحمد بطل الرواية، ندخل في الرواية الآن. أحمد بطل الرواية قبل أن يغادر المدينة كان يقود سيارته المتهالكة، وكان برفقته صديقه الصدوق، صديق طفولته عاطف، وكانوا يسيرون في تلك الأزقة العتيقة الضيقة. كان يقود سيارته يعني بسرعة خفيفة يعني. وفجأة انقطعت عليهم الطريق حسناء لم يكن يعرفها، كانت تدخل إلى بيتها عائدة من مدرستها. مم. أنا الآن ممكن أقرأها لك ولا؟ أقرأ لنا مشهد كده، أحمد سايق السيارة مم. ويشاهد تلك الحسناء كما وصفتها. مم. أقرأ لنا كده على الأقل صفحة واحدة، أيوه. لأنه برضو البرنامج على وشك الانتهاء. مم. أقرأ لنا من أي حتة أنت عايزها. أيوه، أقرأ لك من أي قطعة أنا عايزها. أيوه. أي حتة اختار أقرأ لنا. يلا، على وشك الانتهاء البرنامج. عندنا زي 10 دقائق كده. 71. طيب.
نهضت في 7 صباحا رغم أني لم أنم جيدا بعد حديثي مع سهام. كنت أحتاج للنوم أكثر. الضوضاء لم تدعني أنام، كانت تأتي من باب الشرفة، لم يكن موصدا فقد نسيته مفتوحا. بائعات الخضر والفاكهة تحت شرفة شقتي مباشرة. أسكن في الطابق الأول، وعربة الفول أيضا تحت شرفة الشقة. طلبات الزبائن كنت أسمعها وأنا في فراشي، وكأنهم يطلبونها مني. ضحكت مع نفسي ولا أخفي سعادتي بهذه الضوضاء التي كانت تكدر علي نومي. أيقنت أنها ستدعني أشعر بالحياة أكثر. جلست على حافة السرير مبتسما، واستغربت عند سماع أحدهم يقول: يا جاموسة، تعالي يا جاموسة. قلت في نفسي: صحيح أنني أسكن في أحد الأحياء الشعبية في مصر، سكانه من عامة الشعب والبسطاء، ولكن هل يعقل أن تكون فيه جواميس؟ مشيت نحو شرفة المنزل لأستطلع الأمر. رأيت بائع الفول يمازح صبية تكون في الرابعة عشر من عمرها، يقول لها: يا جاموسة، وهي تضحك ببراءة وترد عليه: عايز إيه يا فلاح؟ لم أرضى أن يصفها بالجاموسة. قلت في نفسي: كان يجب عليك أن تقول لها كلاما جميلا. هذه الوردة الصغيرة ضحت بمتعة النوم، استيقظت باكرا لتعين والدتها في بيع الخضروات. لا تستحق ذلك، ولكن يبدو على الرجل أنه من سكان الأرياف، وقد تكون هكذا طريقته في المزاح. يصف الصبايا بالجواميس وليس الغزلان. اتسعت ابتسامتي، وأوسطت باب الشرفة ومشيت نحو المطبخ. وضعت إناء الشاي في الموقد، وشعرت أني بحوجة زيارة الحمام. دخلت الحمام، تأملت وجهي في المرآة، شعرت أنني لا زلت بخير، لا زلت شابا متفائلا بالحياة. منذ مغادرتي أبو ظبي وقدومي إلى مدينتي كسلا، لم أتأمل وجهي في المرآة كما ينبغي، ليس في الحمام فحسب، بل حتى عند جلوسي في صالون الحلاقة. فإحساسي حينها بالحياة كان قبيحا. يا عشان سلام. ما عايز أسرد كثير. والله لغة جميلة ولغة سردية، خفيفة على يعني البسيط. خفيفة وظريفة وممتازة يعني. الله يبارك فيك يا شكرا أخي. لك. الرواية القادمة قلت لي اسمها شنو أستاذ عثمان؟ يوم تعملق فينا القز، أو يوم تعملق القز. القزم. أيوه. هل كيف هي يتم؟ هل هي رواية سياسية القادمة؟ الكاتب أو الروائي فيها رائحة لونية سياسية. عندما تكتب يجب السياسة هي التي تضعك تكتب. يعني صح. لماذا تغادر بلدك؟ لماذا أنت هي سياسة. دائما محتاج؟ ولماذا دوما أنت تخاف حرية الرأي وكثير؟ وأيضا الانتماءات الضيقة، العرقيات، الجهويات، هذه الأشياء التي نعاني منها في بلادنا تضعك تكتب. هناك بعض الناس أنت تعرف جيدا أنك أنت تنتمي إلى المكون الفلاني، تتزوج منه، تتناسب معه، لا يمكن أن تخرج منه. امم. فهذا أيضا يعني أشياء تؤرق الكاتب كثيرا في مجتمعاته. صحيح. وقد تتغير وقد يتغير الاسم ربما. أيوه. أيوه، هو أنا ما ثبت عليه، ولكن هو الاسم الذي كتبته عندما كنت بدأت شرعت في أقول. الكتابة. شرعته أنا الآن، هي خلاص يعني على وشك على خلاص تحت الطبع إن شاء الله. طيب، نحن الآن نأتي إلى قضية هام. أيوه. يعني الكاتب ده عشان يطلع كتاب مم. يحترق يعني في التأليف والكتابة والتفرغ واقتطاع جزء من الزمن وإنفاق قدر من المال وتعب ذهني، وبعدين تبدأ الطاحونة أو المسيرة الطويلة، البحث عن مم. المجموعة التي أو الجهة التي ستطبع، ثم أيوه. عملية النشر والتوزيع. هذه هذا المسلسل الطويل يعني أيوه. لما نجد انه مقابله شنو يعني في النهايه مثلا. طبعا والله أول. الكاتب هو يعني هدفه انه يكون في كتاب قدام القراء وكده. لكن عموما استاذ عثمان، انا عندي احساس، وده احساس كله زول مبدع، انه
قد لا يجد ذلك التقدير والتشجيع والدفع إلى بل الأمام من القراء بالذات في مجتمعاتنا الإريترية والسودانية. تجد المحبطين والمسبطين والذين يسخرون منك في البداية ولكن لا تهتم لهم، وهناك من تعجبه كتاباتك ولكنه لكي يحبطك وتتوقف عنها قد يسخر منك، ولكن لا تهتم لهذه الأشياء. عليك أن تكتب، مش كده؟ نعم. والكتابة ذات تجعلك سعيد ومتصالح مع نفسك، وتشعر بأنك ذاك العلم الذي نهلته. أنه نحن في فترة من الفترات يعني آباءنا كانوا يصرفون علينا يعني كل ما يملكونه، وكانوا ما يملكونه أيضا بسيط يعني، بسيطة. وعانينا. فعندما تأتي مثلا في الغربة تجد نفسك إن الغربة سرقتك، تذهب تستيقظ باكرا من العمل، تذهب إلى العمل ثم تأتي وتيرة واحدة ليس، وخاصة تواجه الأعمال الهامشية، فتشعر بأنك يعني كل الذي درسته وكل الثقافة التي تملكها راحت شمال في مرقة كما يقولون السودانيين. نعم. فلما تكتب تشعر بزهو صراحة يعني، وتشعر بأنك أنجزت شيء لم يستطيع العامة أن ينجزونه. وهذا ليس أقوله مكابر من باب الكبر، أنا الكبر لله، ولكن شعرت بأنني لم أنجز في الغربة شيئا كما أنجزت الكتاب، والآن الكتاب الآخر قادم، وأتمنى أن مد الله في عمرك إن شاء الله. ثالثا وأسريت، والأمم المتقدمة المتحضرة تقاس بكثرة مبدعيها مش كده، وليس بكثرة ثرواتها. ونتمنى أن يكون هذا إرث لأجيالنا القادمة يتقوا عليه ويعرفوا أنهم ليسوا من أمة يعني لم تعطي شيء، بل قدمنا وسنظل نقدم. ونتمنى أنه على أكيد أنا متأكد أنه في يوم من الأيام وبعد سنوات طويلة هذه الكتب التي الآن الناس لا يعورونها اهتماما سوف تفخر بها الأجيال القادمة وتتباهى بها، وتكون لهم حافظا في أن يقدموا الكثير. أنا وجدت إشادات والله من شباب وسطاء في مدينة كسلة ومن أريتريا أيضا، لم أجدها من فطاحل كبار يعني، وكانوا يشعرون بالفرح يعني. وهذا هو لازم نقدم شيء. الآن المكتبة الأريترية التي تكتب باللغة العربية صارت كتب كثيرة يعني، إذا تزور أي معرض كتاب أريتري الآن الذي حضرته أنا في ملبورن وكان قبله في ستوكهولم، صارت لنا مكتبات ثقافية كبيرة، كتب في العلم، في الأدب، في الدين، في تخليد شخصيات يعني كانت أدت أدوار بطولية وتضحيات جسام، ولكنها لم تذكر ولم يوثق لها ناس كثر، ولكن هناك الآن انبرى لها بعض الكتاب وصاروا يوثقون ما قاموا به. وهذا هو الشيء الحافز الكبير والمال الضخم الذي نجده، وأن نحفظ حقوق أجيالنا القادمة. أكبر فيك أيما إكبار هذه القصد منها ليس الثراء، لأن الثراء المادي ربما إذا فتحت مطعم أو إذا اشتغلت في الممنوعات تجد ثروات كبيرة، هذا ليس هدف أبدا المال، لكن الهدف هو جدا. وأنا نضع إرثا لأجيالنا القادمة. نعم، أنا أكبر فيك هذه الروح أيما إكبار. وتحضرني مقولة قالها حاتم الطائي لابنته ماوية. سألته إنه لماذا لا يدخر المال وما إلى ذلك، فقال لها أماوية إن المال غاد ورائح، ولم يبقى من المال الأحاديث والذكر. ماوية إن فاتني المهم، فبيقول لها ولم يبقى من المال إلا الأحاديث والذكر إلى آخر الآية، ويقول لها أنا أخلد أيامي وذكرياتي ومجدي بالعمل الطيب، وأن تخلد يعني لك وللآخرين بخير ما يمكن أن يخلده هو الكتاب، وخير جليس في الزمان كتابه. لذلك أخبر فيك هذه الروح. ومن هذا الباب نحن في هذا البرنامج نهتم بالمكتوب والمخطوط العربي أيا كان، إريتريا سودانيا، هذه الشعوب التي ننتمي إليها، حتى نخش إلى إثيوبيا الشقيقة كذلك،
وهنالك قلم عربي في إثيوبيا قادم بقوة، والقلم الإرثي لا يزال، يعني هو موجود لكن لم يفك عقاله بعد. أيوة. في كل الكتاب الأريتريين أذهلوا العالم حقيقة. نعم نعم، نحيي كل الكتاب، ونحن إن شاء الله سنتقفى أثرك. وهذه باكورة مقابلات، ولكن وعدا منا ووعد الحر دين عليه أن نلتقيك في نوافذ أخرى أعمل بها، سواء كان في إرسات أو في إرنا الإذاعة الدولية من باريس. ولك الشكر جزيل الشكر أينما وكيفما وحيثما حللت. أنت رجل كاتب، لك التحية والتقدير والاحترام الذي يليق بإنسان يحمل فكرا وقلما ورسالة في هذه الحياة، في مجتمع لا يقدر العطاء ولا يدفع بالاتجاه نحو ما ينبغي أن يكون. نحن لا نكترث لهم، ولكن سوف نعطي وسوف نكتب وسوف نضع إرث حضاري لأجيالنا القادمة، حتى ونحن في دول الشتات سوف كما قلت لك سوف نبني بلادنا بحروف من ذهب، وتقدير كان يجب أن يكون، ولكن حتى وإن لم يحدث فهذا لن يحدثنا ولن يكون حجر عصر، بل سوف نمضي وسوف نكتب ونكتب إلى أن نلقى الله. وأنت يا أستاذ أحمد أشكرك، وكن داعما للكتاب كيفما الآن أنت، وفي هذه الأشياء سوف يوم من الأيام سوف يأتي ذكرك بما يليق بك. وأتمنى لك أن يطول، وأسأل الله أن يطيل في عمرك، وأن يكون هذا الاهتمام دائما ديدنك كما عهدناك يعني. بارك الله فيك، في ميزان حسناتنا جميعا. أشكرك جزيلا. أفرحتني بقدومي إلى أستراليا بهذه المقابلات التي قابلتني بها، وأتمنى أن أكون أسريت مجموعة حلقات. أنت شنفت أسماعنا وأسماع المشاهد الكريم حيثما يشاهدك داخل البلد في كل الأقطار العربية وغير العربية، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمات. أيها الإخوة المشاهدون، ونختم بما بدأنا به الحديث. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. تحياتي والكاتب الروائي عثمان كنوني، وحتى ألتقيكم في برامج قادمة، لكم منا أجمل وأرق التحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.